وصفتنا لنهار اليوم خبز الشاورما، طريقة سهلة بسيطة ونتيجة مضمونة من أول مرة، مع وصفة الثومية اللي لازم تكون مع الشاورما. تبعوا معايا لا غوص. للوصفة تاع الخبز راح نحتاج فارينة ماما لاتي 55 الخاصة بالمخبوزات، راح ناخذ منها 3 كيلو. وزن الكيلة 220 غرام، ونزيد لها مغرفة خميرة مع مغرفة سكر ونخلط مليح النواشف مع 5 مغارف زيت ومغرفة ملح، ونطمها بالماء اللي يلزم يكون دافي. نعجنها شوية، نتحصل على عجينة طرية نغطيها ونخليها تخمر. ومن جهة نروح نوجد صلصة الثومية. في كسرونة نحط 2 كيسان ماء مع 3 مغارف مايزينا ونخلطهم فوق النار حتى تتقل. نتحصل على هذا القوام ونخليها تبرد مليح. ونزيد نوجد الدجاج اللي درت فيه 2 مغارف كبار ياغورت طبيعي، مغرفة موتارد، عصرة قارص، زيت زيتون، ثوم والتوابل كامل مكتوبين اسفل الفيديو. ونخليه على الاقل ساعة يشرب تتبيله، ونطيبه في مقله فيها زيت سخونه حتى يتحمر. ونعاود نولي العجينه ديالي بعد ما خمرت نقطعها نشكلها كريات بهذا الشكل. نعاود روحي بالفارينه ونحلها على سمك رقيق، وفي كل مره نقعد نفتح ونقلب، وهكذا تتحصلوا على ورقه مدوره وماشي معوجه. وما تخافوش من العجينه، راح تخدموا بها بكل سهوله. ونطيبها في طاجين سخون ولا مقله سخونه على نار قويه، وما ياخذش وقت طويل في الطياب. وما تحمروش، خلوه يطيب على بياض، وغير يطيب حطوه في طرشونه وغطوه. وشوفوا لي النتيجه مضمونه وناجحه من اول مره. ونعاود نولي لصلصه الثوميه، وبعد ما برد الخليط مليح نزيد له القارص، ثوم، فرماج، زيت الزيتون وشويه وبلا ما ننسى فلفل الكحل. نمكسيهم مليح والصلصه ديالنا راهي واجده. ونزيد معاهم حبيبه بطاطا نقطعهم ونقليهم. ودوكا ما بقى لي غير نعمر الساندويتشات. نحط لاصوص، نزيد شاورما، شويه فخيت وندورهم وندهنهم بلا صوص تاع الدجاج ونحمرهم في المقله اللي يلزم تكون سخونه. شهيه طيبه والسلام عليكم.